في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الإعلامي للثقافة الحسانية، ينظم نادي القبلة للصحافة والإعلام بالشراكة مع مؤسسة المكار طنطان البرنامج الثقافي ثقافة البيضان، والذي سيتم تصويره بطنطان وبالجماعات المجاورة. أسئلة في الثقافة الحسانية حول عادات وثقافات أهل الصحراء والبيضان بصفة عامة سيتم طرحها على الناس بالشارع العام، وفي حلقات أيضا أخرى عبر البث المباشر، وذلك لأجل تفاعل الجميع وتشجيع الجميع على المشاركة والاهتمام بالثقافة الحسانية. إذن سنبدأ تصوير هذه الحلقة بالحي الجديد، وستتابعون معنا من سيكون الفائز. الجائزة التقديرية طبيعة الحال التشجيعية سيكون قدرها 200 درهم، فتابعوا معنا هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله تعالى. الاسم الكريم وكانك من ساكن طنطان ولا خاطر؟ أنا سميتي مبيرك حموم، ساكن طنطان، نسكن في الحي الجديد. ايوا زين. الله. البرنامج اليوم يصور لا في الحي الجديد. خير بك قلت لي محمد؟ لا مبيريك. مبيريك. الله. بالنسبة لك مبيريك كانك تعرف شوي الثقافة الحسانية؟ هو شوي الحمد لله، شوي لا بأس لا بأس. يعني لا نقولوا نعرفوا شي لا بأس. ايوا زين. الله. ما إلى نطول عليك أستاذ، لين نحاول مباشرة نطرح عليك أسئلة هاي الحلقة. إذا عدت من المحظوظين تقدر تفوز معنا بجائزة اللي هي تقديرية مقدرة في 200 درهم في كل حلقة، وإذا ما وفقك الحظ ذاك مولي المهم هو المشاركة. ايوا زين. الله يوني فيك. بالنسبة لسؤالك الأول سأعطيك بعض الأسماء في النباتات، هل سمعت بها من قبل أو تعرفها؟ النبتة الأولى نبتة اللقطة، خالقة مولي نبتة مجابر، وخالقة نبتة التبيبيت. نظرت كانك تعرفها والنباتات. اللقطة هذا لقطة يعود في الصحراء، ينبت في الصحراء. هذا اللقطة هذا نبات ينبت في الصحراء. ينبت في الصحراء تقريبا، ينبت في الصحراء. هاي اللقطة يعني تعرفوا في لا عنه ينبت في الصحراء. وين ينبت في الصحراء؟ هو يعود كاع ينبت حتى في سوس. هي غير الاكثريه يعود ينبت لا في الصحراء. ما قد سمعت هاي اللقطه في شي كاع ثاني غير؟ والله لا نسمع الكسابي عياو يذكروا هذا يقول لك لقطه، ولكن ماني عارفه كاع قبل سميتو. ما قد سمعتهم يسموا هاي اللقطه في شي ثاني كاع غير النباتات والله شي؟ لا اللقطه هذه. ونبتة مجابر هذه ما قد سمعتها. ما قد سمعتها. الله كاع شي كاع يعني ما قد ما قد سمعتها. الله. الله. ونبتة التبيبيت. لا تشيبيبيت هاي ما قد سمعتها. لان هذا السلاح عندهم صعب شوي. تشيبيبيت خلاها صعب شويه. الله. لا ننتقل لك برك للسؤال الثاني. احنا قاعد نشوفوا الاسئله الثانيه ربما كانك تقدر تجاوب عليها ولا بداي. برك ليه تقربني من صورة بعض الطيور. خالق طائر السكوم، كان قد سمعته؟ السكوم يا خيي ما السكوم هذا خالق طير مولين قال له طير العسل. طير العسل سمعته؟ العسل يا خيي هذا ودي قد سمعت هذا العسل، ولكن عودك ما هو تباعد، هو من هذه كيشبه شويه الحباره وقيلا. العسل هذا خي تقريبا فايت. ما الله فايت فودني بعد هذا. طائر الركب يعني هاو الطيور ضربت العسل والركم هاو ما قد سمعت. لا ما قد سمعت. هو زين. الله زين. لا نحاول نحاول نوفي معك هاي الاسئله، ربما تقد لا تعود من المحظوظين. خالق مرادف، اعطيني انت. لا مرادف مكوعم هذه مكوعم يا خي. مكوعم ما هو شي قد سمعته؟ مكوعم مرادف. الله. نجمل مكوعم. نعم. تمام. فلان غاسلته منها تفونه، نقولوا فلان غاسلته منها تفونه. من دارتي هي تفونه شنو هي؟ تفونه والله حاول تشرح لي هذا المثل. عاود لي كاع السؤال. نقول لك انا مثلا عنك انت فلان غاسلتك منها تفونه هذه شنو هي؟ والله شنو هذا المثل؟ يعني بحال كتقول انت ما فيك فايده، ما مطموع فيك خير.
زين زين. دام بعدت عندي ليه ننتقل لك مباشره للسؤال الخامس. نقولوا معرونه شوف لا تصحح ليها الجمل والله شنو هي الجمل اللي صحيحه وشنو هي اللي ما هي صحيحه. معرونه تقد تدحمل مقيده وتردي وعنا او صراط معقول ومشكل وداخل فقران. كانوا ذي الجمله صحيحه ولا بدايه؟ يا اخي بعد مشكل عادي يعني. مشكل كتجيني انا مشكل مثلا شنو هي مشكل؟ مشكل كان شاب مثلا بحال مثلا الحمار عزك الله يشكل والجمل يقيد. والله صحيح. ثانية على سميتها معرونة العرانة الجمل نيت العران. شنو العران هذا؟ شنو تعرنوا بحال مثلا درك البنت عمي يجي رايح بحال تعقلها الله تعقل. تمام. علي ذكرني بالاسم يا ام بيريك حمو. الله حمو حق الله. علي حمو انا شاكرك على المشاركه وشاكرك على رحابه الصدر. وان شاء الله تعالى نجبرك مره ثانيه ونطرح عليك بعض الاسئله. ولا تنسى تتابعنا عبر نادي القبله للصحافه والاعلام. اكيد لا هي تسمع هذا ولا هي تسمع اسئله وخالقين مولي حلقات لا يعودوا عن بعد تقدر تسول للرجل الكبير وتقدر تستافد منه وتتواصل معنا لان خصصنا حلقات ايضا عن بعد من غير هاي الحلقات اللي يعودوا كيف تهاك في الشارع العام وفي يعني شكل هذا الميكرو تطوار. علي شاكرينك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا وسهلا. مرحبا الله يا وسهلا. اذا مشاهدينا لا نواصلوا طرح هاي الاسئله على الشباب وعلى نشوفوا يا كانوا يقدوا يجاوبون على هاي الاسئله والله بدايه. اذا ما زلنا معكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر الصفحة الرسمية للمكتب المركزي نادي قبلة للصحافة والإعلام حيث ينظم برنامج ثقافة البيضان بشراكة مع مؤسسة آل مكار طنطان. هنا معي سيدة أخرى من ساكنة الطنطان ولا ربما قاع خاطر عليها. أعطينا أخبار بعد. والله إلا ساكنة طنطان قبال والله إلا مسكان طنطان. أيوة زين. احنا عندنا هون أسئلة تراثية ثقافية. عندنا 5 أسئلة هون. لا نسولوك إذا جاوبتي على الأسئلة كاملة لا تفوزي معنا بجائزة تقديرية ما هي كاع لحق ذاك غير بعد لأنه تشوف تشجيع قدرها 200 درهم اللي هي 4000 ولا ما ذاك تفضل ما غادي لي أنا المهم لا المشاركة حق بعد غير بعد إذا جاوبتي على الأسئلة قطعا أنك لا أمامك لا تمشي يشمع ولا حداتك جائزتك. ما لا نطول عليك لا نحاول نعطيك الأسئلة. وسؤالك الأول أنا لا نعطيك بعض الأسماء في النباتات ولا نسولك كان قد سمعتي بهاي النباتات ولا تعرف فيها والله كان قاع ما تعرف فيها. النبتة الأولى ينقال لها نبتة اللقطة وخالقة مولي هون نبتة أم جابر وخالقة نبتة تبيبيت. مدارتي كان قد سمعتي بها هذو يا خي ما ينبتوا فرضنا هذي ينبتوا قبل هذوك أرضنا بعد ذي طنطان ما ينبتوا فيه. حنقول هذا الشيء انت ما قد سمعتيه. ما قد سمعت. ما قد سمعتي اللقطه ولا قد سمعتي مجابر؟ ياك هذه مجابر تبيبيت. مجابر. ما قد سمعتي مجابر. ما هي في مجابر نقولوها لا موكة الطيور ذيك نقولها مجابر. شنو هي؟ موكة الطيور. موكة الطيور مجابر. نقولوها لا. غير هيك مالها موكة. هو هيك موكوتو هيك ما هي مجابر. هي غير نقولوها لا حتى نقولوها لا. ايوا زين. المهم انا لا نمشي بك شور ونبتة تبيبيت هذه ما قد سمعتيها والله. تبيبيت. ماكله والله شيء. تبيبيت. واللقطة هاي ما قد سمعتيها. اللقطة اللي هي صدرة. لقطة نعرفوها في الطيور لقطة. لقطة اي حق بعد. نوع من الطيور حق بعد نوع من الطيور نقولوا له لقطة. تقربين شوي من تقدي تشرحي لي شوي منين تعود ومنين تبيض هاي. تبيض نقول هاك تبيض عندنا احنا بعد تبيض في الزرعة في المعادر. والرق ما تبيض فيه. تبيض في الرق وما في المعادر نجبر فيه حق بعد الله لقطة حق بعد نعرفه. ومجابر قلتي لي ما تعرفيها. مجابر. منين جاوبتيني عن اللقطة الا جاوبيني عن المجابر. انا قلت لي اعلان نوع من النبات صدر هي غير بعد قول لك انت حق جاوبيني انا نقول لك قاع نوع من الحوت. حق بعد مجابر معناه انه من الطيور مغرشه. من الطيور مزقيه عليها من الطيور بعد قبال. والتبيبيت تبيبيت
ما هو بيبي هذا الكبير نعرفه ما هو كيك شحال عمل لا حق ما نعرف حتى حتى تي بي بيت خي كون هذا اللي قلت نعرف هو تي بي بيت حتى هي لا من الطيور هذه مجابر مولي نعرف انا راني معتبر سؤالك هذا الاول صحيح ومجابر هذا نعرفها كيف قلت ومجابر حق هي طير هي اصغر كاع من اللقطه اصغر من اللقطه مجابر متبيض على الرقبه حق بعد وراك صلاه تقربيني من صورة بعض الطيور الطيور انا قد سمعتهم وبغيتك تشرحيهم لان عندنا بزنا لا في اخبار الطيور بحال طاير السكوم تعرفيه طير السكوم طويره كحل ياك وبحال قمه اللي طاير العصل تعرفيه ولا بداي طير العصل طير احمر ياك وطاير الركم اصلا ما هي مكيض حنقول لك هذا الطيور ما قطهاش ولا سميت قد سمعتيهم ولا ما قد سمعتيهم؟ قد سمعتهم وجبرتهم في الباديه قبل انا من الباديه وضحي لي كاع شوي السكوم السكوم نعرفوا الصدر يقول له السكوم نعرفها بعد السكوم هذا ما هو فطيور مولي لا الصدر صدرين قال له السكوم شنبتها هي الصدر لا قلت لك بدرعتك ذي بزرها هذا عايده مشوكه شوي مشوكه حق هو العصب العصا اللي نعرفه بعد ما دقينا منه ان شاء الله حق بعد والله يبتفلك دين بتفي هو الركم انا قاعد جاوبتني عنها ولا الركم ما ان شاء الله الركم معناه انه ما خالق الركم انا انه ما خالق طير العصل ولا خالق طير السكوم انا ذاك كنت بغيت تذهبي شوي انت ذهب شوي غير عرفته ذا كام عارف هو اسئله بعد عن جاوبت عليهم الاثنين ثلاثه ما هم الا ثلاثه خالد زاد مكوعم جمل مكوعم الله يجمل وشي ما هو مكوعم ضد مكوعم اش قد نقولوا عنه ايوا نقولوا عنه بعد يقولوا ذاك مكوعم جمل كبير ناعم جمل كبير نقولوا له مكوعم شي ما هو ناعم اش له كاع نقول لك شي ما هو ناعم ما هو ناعم وتوفى ذاك الجمل ما هو ناعم والله ذاك البعير ما هو ناعم والله يا غير شي قالوا شي ما هو ناعم والله شي ما هو سمين شنو قال نقولوا فتران حار فتران ومرادف معلوم يقول لك ذاك النادم معلوم عكس معلوم يوقي بعد حد معلوم ولا يوقي به وعكس معلوم ولا بنادم تفوق به وتسوق يا غير شو نقولوا له ذاك المعلوم بنادم معلوم واحد ثاني ما هو معلوم ما نقدر نقولوا هما اللي كان الرويخي محيلي والرويخي ذاك بنادم الرويخي ما هو خالد سؤال هون يقولوا فلان غاسلتو منها تفونه من درتي هي تفونه شنو يا خي غاسل نسمعهم يقولوا غاسلتو منها تفونه شوفي انت كاع وضحي مسألة ما عنده بها علاقة بنادم هذا غاسلته منها تفونه نقولوا فلانة والله فلانة اللي غاسلتها حق ما عنده علاقة ولا عنده قاعد حق لا نحاول كان نعتبر جوابك صحيح ولا لا نزيد نسوي لك شوي تفونه هذه بعد كاع تفونه هذه ما عرفتها عرفتها بعد عرفتها هو بنادم ذاك غاسلته تفونه اذا ما هو قاعد داخل اخبار ولا هو داخل الشيء له يا غير لو حاضر في شيء على المثل انا نرجع لك المثل تفونه هذه وحدها شنو هي تفونه كان تسمعتيها والله لا نسمع اللهم زدنا علما شوف هذا المثل اللي نسمعه والله ما هذا اللي نسمعه مثلا ذاك غاسلته تفونه اللي تفونه هذه لا شي محيره كيف تمحيره قد موضع اصبع هي سبحان الله وهي كاع ما هي لابده شي هي كاع ما هي لابده يقولوا فلان غاسلته منها تفونه مثلا انه فلان كاع ذاك المديور عليه في ذيك المساله اللي والله شي ما عنده كاع بها علاقه حق ما عنده بها علاقه هو زين لاهين زاد نجيك للسؤال الخامس ولاهين السؤال الخامس فيه شويه هذا لاهين نعطيك جمله والله باطل يعني كلمه كانها صحيحه ولا بداي معرونه تقد تدحمل معرونه زايله معرونه زايله معرونه تدحمل انها بعد انها تسيف انها كانت توقف وتدحمل هي شنو هي تدحمل انها تروز توقف تروز حق تدحمل كيف تاك ومقيده وتردي كانها صحيحه ولا بداي مقيده وترقد تردي جمل مقيد ويردي مثلا اذا عاد واحده من كرعيه حق تردي يعني واحده من الكرعيه واحده منهم معقوله والثانيات مرخيات هذيك تردي معقوله حق بعد معقوله عندنا هنا صراط معقول ومشكل وداخل فقران كان قران انه مسكن من هون هذاك الصلاه انه مسكن حق شوي هو شوفي هو مشكل ومعرون حق ومقرون وداخل في عران عران ما قد سمعتيه عران انه عرنوه عران نوع في مشي البليه غير شنبتو
ماشي البل انه هو معرون ويمشي ماشي البل معرون ما هو مقيد. شوي هو جمل، هو وصراط والله او صراط والله جمل داسيان معقول ومشكل. معقول قالوا وشكالو فاهم. وداخل في عران كان دي قدي صح ولا بدا؟ عران نشتم يديروا حبل من عند الرقبه من كيف تاك من عند الزايل. ما هو معرون. هو ذاك يقولوا له احنا معرون. مقيد ومعرون. هو داخل في قران. داخل في قران. انه وعد المقزره ولا شنو الروايات؟ اعطيني شوي. وعد المقزره. السؤال قاعد له هنا اسمه اعطيني اعطيني ثلث انواع في مشي البل. ثلث انواع في مشي البل. في جلي هو في مشي هو ذاك كان اللي ثلث انواع سميوني شوف والله نعتبره قاعد انت فايز. مشي البل. ايوا خال قال لي لا تجري توفى، وخال قال لي مشوره تابعه بالمشوره، وخال قال لي مقوطره. نقولوا مقوطره. زيديني ثنتين غير مقوطره شي كان اللي قد يعود فيه. تلز هذاك لز هذاك لز اللي حد راكب حق على البليه، حد راكب على البليه. منين تعود في اللز؟ خارق اللز خارق شوف خارق اللز وخارق اللز خارق اللز. من دارت هي كان البلد تتنسفل والله بداي تتنسفل قبال. تتنسفل قبال. زين. والرابعه تعرفيها؟ الرابعه نعرفها قبال. تعدلها البل والله. تعدلها قبال. والمغيره وزلزال قبال. والمغيره. ايوا زين. زين معناها انه عن اجابتك حتى هي زاد نعتبرها صحيحه. كون انك انت بعد كاع عرفتي البل وعرفتي تجاوبي يعني ياسر من الاسئله ولا طيار حق بعد الله. من درتي مع خالد قاف قديم ولا شي تقدري تشاركي به؟ شي سمعتي ولا طالعه والله شي تشاركي يا خيي برنامج داكشي نسيناه سبحان الله. نسينا حاجه لك كاع شي على الطنطان وعلى الباديه. نسينا داكشي نسيناه يا ولد عمي. والله روايه والله مثل على مثل بعض القاعد شي سؤال نطرحه احنا للمشاهدين اللي يتابعونا. والله شي تحاجيه ما حاجه تحاجيه عارفين منهم ياسر الصقاعيه غير ما هو. قولي لنا تحاجيه حاجه ديالك ضرب. تحاجيه ياسر راك راه لا يمشي كلشي. حاجتك وما جيتك. حاجتك وما جيتك. حاجتك وما جيتك. رقطه ومبرقطه وتجيب الاخبار من تيقطع. رقطه ومبرقطه تجيب الاخبار من تيقطع. هذه البراوه. زين. شاكر قلت لي الاسم كريم؟ الاسم الكريم؟ اسمي مليكه وخير حق بعد والله. مليكه مساكن طنطان شاكر والله. مرحبا بك والله. وانت فزتي معنا بجائزه قدرها 200 درهم. لا بالشعور الى نسلموك جائزتك قدام المشاهدين. لعل يقولوا كاع ما قضت جائزتها. هي جائزتك مشكوره. هي لا تقديريه وتوف. بسم الله. نشجعوا بها الشباب على الثقافه. انا المشاركه. والمهم عندي مولي الحسانيه وانسان يحيي التراث. الحمد لله. وعلى سلامتكم ومرحبا بكم وسهلا والله. مرحبا بكم. إذن إلى هنا مشاهدينا كانت مليكة هي الفائزة بالحلقة الثانية من برنامج ثقافة البيضان اللي بشراكة مع مؤسسة المقال اللي تم تصوير حلقاته في الطنطان وخالق حلقات عبر المباشر إن شاء الله تعالى. ترقبوها عبر الصفحة الرسمية لنادي القبلة للصحافة والإعلام.